انت ازاي تسيب الشغل ده؟ سؤال بنتسأله دايما، وعادة بتكون اجابتنا اصلا انا ما ارتحتش، انا ما كملتش في شغلي، انا ما ارتحتش، ما كملتش في العلاقة العاطفية الفلانية، انا ما ارتحتش. بنقاوح شوية، وبيجي علينا وقت بنحس ان المقاوحة دي تعبتنا ومش جايبة نتيجة، وفي الاخر بنعمل اللي احنا بنحبه وبنرتاح له. ازيكم عاملين ايه؟ انا عندي سؤال، هو انت ليه ما كملتش؟ سؤال ما اعتقدش ان مفيش حد فينا ما تسالوش. هو انت ليه ما كملتش في الشغل بتاعك على الرغم انه كان حلو؟ هو انت ليه ما كملتش مع مراتك؟ هو انت ليه ما كملتيش مع جوزك؟ هو انت ليه ما كملتش في دراستك؟ ايه اللي حصل؟ وقفت ليه؟ في مقوله جميله جدا بتقول ايه، لو انت ركبت القطر الغلط فحاول تنزل في اقرب محطه وما تطولش، لان لو طولت في القطر ده وفضلت مكمل الموضوع هيكلفك وقت وهيكلفك مجهود وهيكلفك فلوس. لكن لو انت نزلت في اقرب محطه الوقت اقل، تكلفه الفلوس اقل، تكلفه الجهد اقل. اوعى تكدب البوصله اللي جواك، خليك دايما مآمن في نفسك وفي احساسك. دايما احساسك صح، هيقول لك ايه اللي المفروض تعمله وايه اللي قدامك وقادر انت تعمله على حسب المعطيات اللي حواليك. وتاكد ان كل قرار انت بتيجي تاخده في حياتك طالما بتستخير ربنا سبحانه وتعالى فيه وشايف كل الاسباب اللي حواليك مهيئه له، خلاص توكل على الله وخطي الخطوه لقدام.